المحاضرة التالية اللي قدمتها كان موضوعها عمل بروسلار على بوعبديل آخر سلاطين غرناطة. النقاش اللي تبع التدخل نتاعي نبهني لتفصيل مهم هضر عليه بروسلار وناقشو، بصح ما رفدوش بعين الاعتبار على خاطر كان متيقن من خدمته والنتيجة اللي وصل لها. بصح الفرضيات بقى مطروحة، وإلا ماشي بوعبديل هو اللي مات في تلمسان، ولا اللي مدفون في سيدي إبراهيم عمو السلطان محمد 13 اللي معروف باسم الزغل يعني المنصور. لكن الفرضية هذه تقلب خدمة بروسلار سافير على عافير. كي نجيو نشوفو شي ماشي جديد، في 1876 شارل بروسلار ذكرها في المذكرة نتاعو، عرض الفكرة، حللها ومن بعد رفضها. وهنا نتساءل علاش هاد الفرضية بالرغم اللي كانت مطروحة رفضها؟ وعلاش كبار المؤرخين تاع داك الوقت تبعوا بروسلار ووافقوه الرأي؟ باش نفهموا القصة وما فيها ما يليقش نعاودوا الرواية، لازم نحقوا نفتشوا على المصادر ونتبعوا الآثار اللي خلاوها العلماء في التالي تاع القرن 19. كل حكاية وما فيها مربوط بروسية، حجرة رشات بالوقت والكتبة المنقوشة فوقها هي اللي حياة التاريخ المنسي. وعلى هذا ماذا بيا تبعوا التحقيق اللي عملته، تحقيق في التاريخ والأرشيف، وسلاحي فيه كان الشك. المرحلة الأولى سهلة، متضاري بها، متضاري بالبحث على المراجع اللي تهضر على التاريخ والذاكرة. وصلت نلم بالتقريب 40 مرجع بين كتاب مقالات وأبحاث، كونت بها قاعدة بيانات. هاي النتيجة اللي كنت نحوس عليها. في التالي نتاع القرن 19 قريب كامل المصادر أكدوا أطروحة بروسلار. بالصح مع بداية القرن العشرين الدعوة انقلبت، كل الباحثين رفضوها. تغير واضح. علاش؟ باش نجاوبوا على هذا السؤال خاصنا نوليو لذاك العهد ونتبعوا بروسلار من وقت اللي نشر المقالة نتاعو في الجريدة الآسيوية في باريس، واللي صدرت في شهر جانفي فيفريي عام 1876. في 31 مارس 1876 الأكاديمي دي فريمي هضر على الخدمة تاع بروسلار في أكاديمية النقوش والآداب في باريس، وصرح باللي الأطروحة اللي جا بها بروسلار غريبة. في 6 أكتوبر 1876 حب بروسلار يشارك رسميا في مسابقة الآثار الوطنية اللي تنظمت من طرف الأكاديمية في 1877، وبعد خدمته لباريس. في 15 ماي 1876 شيخ بونو نشر مقال يأيد فيه النتيجة اللي وصل لها بروسلار. هذا شيخ بونو كان واحد من المتخصصين البارزين في الدراسات العربية، عنده وزنه في ذاك الوقت، الشيء اللي عطاه دعم كبير لبروسلار. في 5 جانفي 1877 تنصبت لجنة المسابقة اللي ترأسها فيليكس غافيسون موليان، ومعاه نخبة من العلماء الفرنسويين الكبار، أدريان دو لامبيريي أمين الآثار في متحف اللوفر، ليوبولد دوليل مؤرخ وكبير أمناء المكتبة، روبير دو لاستيري متخصص في العمارة في العصور الوسطى، ألفريد موري المدير العام للأرشيف الوطني، فيليسيان دو سولسي خبير في علم العملات والتحف الشرقية، بارتيليمي أوريو مؤرخ فلسفي ومدير المطبعة الوطنية، جول دينوايي جيولوجي ومؤرخ،
وفي التالي أوجيان دو غوزيير قانوني ومتخصص في العصور الوسطى، بالمعنى قمة المعرفة الفرنسوية في ذاك الوقت. وفي ذاك العام شارك في المسابقة 29 بحث. في 27 جويي 1877 أعلن دو لامبيريي باسم اللجنة على النتائج نتاع المسابقة. بروسلار ربح الميدالية الفضية. هذا الفوز يدل على أن نخبة علماء الأكاديمية الفرنسية وافقوا على أطروحة بروسلار وصادقوا عليها رسميا، وفي ذاك الوقت صبحت حقيقة أكاديمية. الحكاية دروات تتبدل وتولي حاجة أخرى. في أوت 1877 علماء إسبانيا دخلوا في الخط، عارضوا أطروحة بروسلار. عبر فرانسيسكو فرنانديز غونزاليز في مقال نشره في مجلة الأكاديمية الملكية الإسبانية للتاريخ على رفضه لتفسير بروسلار للنقوش الروسية اللي نسبها لبوعبديل. وبالاستناد للأرشيف الأكاديمية وكتاب المقرين في حطيب، غونزاليز طرح قراءة أخرى، الروسية ماشي نتاع بوعبديل، نتاع عمو الزغل. أجيو نسمعوا شهادة ولدة لمسان المقري. فالمخطوط نتاعي بعنوان نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ذكرت باللي عهد بوعبديل كان موسوم بالتراجع النهائي لسيادة الإسلام في الأندلس، وبعد سقوط المملكة نتاعه هجر لفاس مع كل أفراد عائلته، وفيها بنى قصور على طراز أندلسي حوستها بنفسي. وتوفى بوعبديل عام 940 هجرية، ودفنوه في الزاوية لي عند باب الشريعة اللي عيطولها اليوم باب محروق. في ديسمبر 1877 في الجلسة العامة تاع الأكاديمية الفرنسية، الرئيس غافيسون موليان أكد على الجهود المبذولة من طرف بروسلار وقال: Sauf la mémoire de Charles Brosselard, qui figure parmi les meilleurs consacrés aux possessions africaines de la France. Messieurs, les travaux de Brosselard à Tlemcen sont d'une valeur inestimable. في 1878 الشك بدا يظهر. يقول أوجين دو غوزيير باللي الروسية يقدر ما تكونش تاع بوعبديل، على خاطر كاين الخوا في النقش على الرخام من جهة الشجرة. 3 سنين من بعد الدعوة انقلبت. في أفريل 1881 أدريان دو لامبيريي نشر مقالة حاسمة في مجلة العلماء. علاش؟ دو لامبيريي شاف الروسية على خاطر مشات لباريس، زافتتها البلدية نتاع تلمسان مع صوالح اخرين للمعرض العالمي نتاع 1878 اللي وساوه في تروكاديرو. هادشي قبل ما يبنيو لا طور ايفل. هاد الروسية علقوها في الدخلة نتاع القصر الجزائري بصفتها الروسية نتاع أبور بوعبديل، آخر سلاطين غرناطة في الأندلس. هاد المعرض بدل كل شيء، وعلى أساس تحليل باليوغرافي والرجوع للسكة بالمعنى الدراهم نتاع القرن 15، دو لامبيريي بدل رايو وذكر باللي الروسية ماشي نتاع بوعبديل، نتاع عمو محمد 13 اللي يقولوا له الزغل. وفي 13 افريل 1881 دو لامبيريي حسم القضية مرة واحدة في الجلسة العامة تاع الأكاديمية، راجع أطروحة بروسلار وأكد الأطروحة الإسبانية. هادشي اللي صرا ماشي غير غلطة في الشجرة العائلية نتاع سلاطين بني الأحمر، هذا حدث سجلوا التاريخ، على خاطر اللي صادق على الفكرة هو بجودو اللي ولا ضدها عامات من بعد.
شي يحير. في 1877 دو لومبيريي كرم بغوسلاغ، وفي 1881 ولا كذبو. بين الكاف والنون يكون ما يكون. حقيقة أكاديمية رسمية ولات غلطة علمية. هاد القصة صبحت يضربوا بها المثل، وتفكرنا بقاعدة يعرفها العادي والبادي. بوعبديل مات في تلمسان. عندك الصح. الزغل هو اللي مات في تلمسان. في التالي نتاع القرن 19 وكد إيغيلاز يانغاز النتيجة اللي وصل لها دو لومبيريي. ومع هذا بقاو بعض الكتاب في الأول نتاع القرن العشرين ينسبوا الروسية لبوعبديل. وفي الوقت اللي كان النقاش ممكن يبين حوايج أخرين. الدليل ارتفد. الروسية تخبات. في 1893 غودفخوا دو مومبي فتش عليها في متحف تلمسان، ساعة ما صابهاش. وفي 1898 ويليام مارسي أكد الروسية ما وصابتش. هذه توضيرة. كي الدليل يغيب ما كان من بعد ما تصيب التاريخ يحبس. وإلا بانت الروسية يبان شكون اللي كان عنده الحق. وإلا انطمست في دهليز شي متحف كي تبان يأدوا يقلبوها غاية ويعاودوا يفتحوا الملف. على هذا في 1992 عملت الوكالة الوطنية للآثار وحماية المواقع والمعالم التاريخية تاع وزارة الثقافة والاتصال الجزائرية نداء في المعرض الدولي نتاع شبيلية باش يصيبوا الروسية المفقودة. 35 عام هذه فاتت ومازال الروسية ما ظهرتش. بصح التاريخ حكم بحكامه، وكي تبدل الاسم في الروسية ما نقص والو من قيمة تلمسان، بالعكس القيمة زادت. قولوا لي علاش؟ بوعبديل كما قال المقري يمثل سلطان نهاية سيادة الإسلام في الأندلس. بالصح عمو الزغل يشاهدوا له حتى العديان كان يمثل مقاومة الإسلام للمسيحية في الأندلس. زوج وجوه لنفس العملة، ضياع غرناطة الأندلس. وتلمسان غرناطة المغرب حافظت على هاد الذاكرة، ماشي ذاكرة الضياع، ذاكرة العزة والكرامة.